النهارده اعرفك ازاي خسيت 10 كيلو من المشاية بس في الشهر اللي فات ده، لان للاسف بشوف ناس كتير جدا بتواجه مشكلتين مع المشاية. النوع الاول بيروح الجيم مش عارف يجري قد ايه على المشاية ولا يمشي ولا يعمل ايه بالظبط. النوع التاني بيشتري مشاية في البيت يتمرن عليها يومين ثلاثة وبعد كده خلاص بيوقفها يدور على حد يبيعها ويخلص منها. لان خلينا نكون واقعيين، المشاية من التمارين المملة اللي بتطهق بسرعة، ومهم جدا تعرف ازاي تخليها تمرين ممتع بحيث تقدر تمشي عليه اطول وقت ممكن وتقدر تحقق بيه اقصى استفاده ممكنه. فالتمرين اللي انا شخصيا بتمرن بيه هي هيت كارديو، هاي انتنسي انترفال تريننج. ده عباره عن ايه؟ عباره ان انت بتاخد اسبرنت سريع في وقت قصير، بعدين بتتمشى وقت طويل شويه، وبعدين ترجع تاخد اسبرنت وهكذا. يعني انت لو لسه مبتدئ على المشاية تعمل ايه؟ تاخد اسبرنت 15 ثانيه تمام، وتتمشى لمده دقيقتين، وترجع تاخد اسبرنت 15 ثانيه وترجع تتمشى دقيقتين. بعدها باسبوع هتخليهم نص دقيقه، يبقى تاخد نص دقيقه سبرنت تتمشى دقيقتين، نص دقيقه سبرنت تتمشى دقيقتين، وهكذا. طيب الموضوع بقى اسهل ليك تخليها دقيقه سبرنت دقيقتين راحه، او دقيقه سبرنت واربع دقائق راحه، او 3 دقائق راحه، على حسب ما بتقدر. انت بتبدا تلعب في الموضوع على حسب ما انت بتقدر. مهم جدا انك تبدا تلعب في الانكلاين بتاعك، تقدر تزود الانكلاين، تبدا تقلله. مهم جدا تشرب ميه، الميه مهمه جدا. لازم ما يبقاش فيك اي جفاف وانت بتتمرن. فلو انت مبتدئ اول حاجه تعملها 5 دقائق ورم اب كده، بتبدا تمشي 5 دقائق على المشايه، تبدا تعمل السايكل اللي احنا بنقول عليها دي، اسبرنت مثلا دقيقه كامله وتبدا تتمشى لمده 4 دقائق، اسبرنت دقيقه كامله تتمشى 4 دقائق لحد ما توصل للدقيقه 25، وبعد كده اخر 5 دقائق دول بتعمل كول داون، تبدا تمشي على سرعه قليله. الاسبوع اللي بعده كتبت ان انت الاسبوع ده عملت سبرنت دقيقه وريحت 4، الاسبوع اللي بعده تزود يبقى سبرنت دقيقه وتريح 3 دقائق، او تخلي سبرنت دقيقتين وتريح 4، وهكذا. بتقعد تلعب مع نفسك تخلي الموضوع ممتع، هيفرق معاك كتير جدا، وهتدعي لنا لما تبدا تتمرن بالطريقه دي. المشاية من التمارين المهمه جدا اللي هتفرق معاك ان انت تخس بسهوله، وفرقت معايا انا شخصيا ان الشهر اللي فات ده خسيت 5 كيلو دهون صافي، غير طبعا كان في ميه محتبسه في الجسم فنزلت هي كمان. فهي من الحاجات اللي بتخسس بسهوله، طبعا بتخسس بسهوله، وتقدر تخليها تمرين ممتع ما تطهقش منها، انك تلعب عليها زي ما قلنا هيت كارديو، وتخلي الموضوع ممتع يبقى في تحدي بالنسبه لك. هتفرق معاك كتير جدا وهتدعي لنا. قلنا بنعمل الاول ورم اب كده لمده 5 دقائق، بعد كده بتاخد اسبرنت سريع على قد ما بتقدر، قدرت تخليه نص دقيقه دقيقه، قدرت تزود عليه على قد ما تقدر. انت في الاول الموضوع بيبقى صعب، واحده في الثانيه بتتعود وبيبقى سهل عليك. ده بقى اللي هتحققه من نص ساعه بنظام الهيت، اللي هو انا عن نفسي بجري 2.5 دقيقه اسبرنتات على سرعه 9 او 12 على حسب، وبمشي ماشي سريع على سرعه 6 2.5 دقيقه تمام. فهنبص مع بعض كده حققنا ايه. ده اللي حققناه في النص ساعه، جرينا حوالي 3.5 كيلو، حرقنا حوالي 240 سعر. وطبعا الحرق بيبقى اكبر من كده بكتير، بس هو بيحرق لك على نظام. انت الحرق بتاعك بيبقى عالي جدا طول ما انت ماشي على الهيت، يعني وقت المشي اللي انا بمشي فيه ده جسمك بيحرق زي ما هو، الحرق بتاعك بيبقى في السماء. وان كان ال 240 سعر مش وحشين، لو حرقتهم نص الصبح ونص بالليل يعني 500 سعر واكتر من 500 سعر هيبقى حلوه جدا، وهيفرق معاك بشكل كبير جدا. ودي مجرد البدايه، يعني انت كل ما بتلتزم هتلاقي نفسك قادر تزود. ده غير طبعا انك ممكن تضيف معاك تمارين حديد، ممكن تضيف معاك سباحه، ممكن تضيف معاك تمارين تانية تفرق معاك بشكل كبير جدا. وبكده يكون فيديو النهارده خلص، نشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم.